هاي، أنا روان. خلاص 2025 بتخلص. كانت سنة طويلة وكان فيها أحداث كتيرة، كان فيها الحلو وفيها الوحش، وتعلمنا كمان منها حاجات كتير جدا. وأنا النهاردة جاية أشارككم حاجات من اللي اتعلمتها في 2025. أول حاجة اتعلمتها إن الحب الحقيقي بيكون أفعال مش كلام. كلنا بنعرف نقول كلام حلو، كلنا بنعرف نقول وعود، كلنا بنعرف نبقى ناس لطيفة وكويسة وحلوة، ولكن اللي بيحب حد بجد هو اللي بيوريله كل ده بالأفعال، مش طول الوقت بيقول كلام 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 ومش بيعمل حاجة. تاني حاجة اتعلمتها هو ان المقارنة بتدمر نفسيتك. ما ينفعش اقارن نفسي بحد من على السوشيال ميديا او حد من قرايبي او من صحابي او من اي حد، لان كل واحد فينا ظروفه مختلفة وحياته مختلفة عن التاني، وكل واحد احلامه مختلفة. المقارنة الوحيدة اللي ينفع اعملها هو ان انا اقارن نفسي النهاردة بنفسي قبل كده، بنفسي امبارح، بنفسي من سنة. تالت حاجة اتعلمتها ان انا لو مش حاسة بقيمتي في مكان معين او مع ناس معينة، اغير المكان ده واغير الناس اللي حواليا. يعني مثلا لو عندنا كوباية شاي، كوباية الشاي دي في القهوة بكام؟ ب10 جنيه. لو جينا بصينا على نفس كوباية الشاي بنفس النوع بس في كافيه، هنلاقيها بكام؟ ب20. طيب لو جينا نبص عليها في مثلا في المحطة هنلاقيها ب30. طب في المطار هنلاقيها ب50. هي نفس كوباية الشاي وهو نفس نوع الشاي. الفكرة ان لما اتغير المكان اتغير القيمة. فانت لو مش حاسس بقيمتك في مكان معين، غير المكان ده او حتى غير الناس اللي حواليك. رابع حاجة عرفتها انه عادي جدا يكون عندي صاحبة واحدة او اتنين، لان الصحاب عمرهم ما كانوا بالعدد. اهم حاجة الناس تبقى محترمة ومش مؤذية، محدش يجي عليا، نبقى بنفيد بعض. ولو احنا مش بنفيد بعض في حاجة معينة، على الاقل ما نبقاش بنضر بعض. يعني حتى لو احنا صحاب علشان ننزل نخرج مع بعض شوية، ديت حاجة مفيدة، لان مفيش حد طول الوقت هيبقى قاعد بيشتغل ولا طول الوقت قاعد بيدرس. كل فكرة ان هما ما يبقوش ناس سلبية او ناس مؤذية او حد منهم يكون بيقلل مني او بيحقد عليا. خامس حاجة اتعلمتها ان الحدود في العلاقات عمرها ما كانت رفاهية. انا بحط الحدود عشان احمي نفسي واحافظ على نفسي وعلى وقتي وعلى حياتي. الحدود مش بتبعدني عن الناس ولا بتفصلني عنهم، بالعكس انا بخلي الناس تحترمني وبخلي كل واحد يعملني بالطريقة اللي انا شايفة ان انا استحقها. كل واحد فينا حر يحط الحدود اللي هو عايزها طالما هو مش بيأذي غيره ومش بيأذي نفسه. سادس حاجة اتعلمتها ان انا اسمع نفسي واشوف انا عايزة اعمل ايه في حياتي وايه طموحي، واكتشف نفسي واشوف الحاجات اللي انا بحبها واللي بكرهها، واشوف ايه المناسب ليا من وجهة نظري واعمله. سابع حاجة اتعلمتها ان رزقي هيبقى موجود وبتاعي ومفيش اي حد هياخده طالما انا بسعى وبعمل اللي عليا. فملوش لزوم ان انا طول الوقت ابقى متوترة وخايفة من المستقبل. طالما انا بعمل اللي عليا خلاص. تامن حاجة اتعلمتها ان انا ما ينفعش ابقى واثقة في الناس اللي حواليا بنسبة 100%، لان مهما كان الناس اللي حواليا كويسين ومحترمين وبيحبوني وكده، ممكن في يوم من الايام الاقي مثلا حد منهم اذاني او حد اتغير او اي حاجة. خصوصا لو احنا بننجح في حياتنا وبنتطور، لازم نبقى عارفين ان العين مش بتحب اللي احسن منها. وفي ناس ممكن في يوم وليلة تتقلب علينا، وممكن في ناس تكون اصلا مش بتحبنا واحنا مش شايفين ده ومش واخدين بالنا. فلازم ابقى عاملة حسابي بنسبة صغيرة ان الناس دي ممكن تكون مش افضل حاجة ومش احسن حاجة، عشان يوم ما الناس دي تطلع مش كويسة ابقى عارفة من جوايا اللي هو تمام، انا ما كنتش واثقة 100%، صدمتي مش هتبقى جامدة قوي. تاسع حاجة اتعلمتها ان انا ما اديش فرصة تانية لحد مؤذي، ادي فرصة لنفسي مع حد تاني، لان الشخص المؤذي اللي اذاني مرة هيأذيني 1000 مرة ومفيش حد بيتغير. عاشر حاجة اتعلمتها ان انا ما بقيتش باجي على نفسي علشان خاطر حد، لان اهم حاجة صحتي النفسية وراحتي. بس كده، هي دي الحاجات اللي انا اتعلمتها في 2025. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.